تصدقي كان عندي حق ان انا اقهرك في الاول. يا ساتر اعوذ بالله يا رب، عشان تطلعي العظمه دي. الواحد مش عامل حسابه على غدا وهم حتتين فراخ قد كده شيش ومش عارفه اعمل مامي. ايه. انا بقلق مامي، بقلق معرفش ليه. نعم يا مام. عايزين غدا حلو كده. اسمعوا بس عشان ايه، عشان تشوفوا الظلم. شوفي لا يعني فراخ كده بتتبيله جديده كده وسلطه كده بخضار كده ورز وصوصات بقى، يعني ظبطينا كده. مش عايزه DVD. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ افتكسي بقى ورينا. االف لك يعني. بصي الحركه دي اهو. مش جايبه لي سكينه ليه؟ او انت شاطره تطلبي وخلاص؟ ده سوري ده ولا لبناني ولا مصري ولا ايه حكايته ده؟ والله تصدقوا سلمى عندها حق، بتشجع في الواحد كده انه يالف. يلا دوقي وقولي لي رايك. شكلك كده عامله لنا اختراع. مش قلتي لي اخترعي؟ الله. كلميني عن الفراخ. انت دلوقتي بتكلميني عن ايه بس عشان ادوق؟ صوص السلطه حلوه قوي دي. لو دقت الفراخ كمان، لو دقت الفراخ. الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ الكلام على ايه يا جماعه؟ بجد الاكل فوق الفظيع، فوق الفظيع وتحت المريع. فعلا الاكل اكتر من رائع. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بيرفكتو. شويه خضار، حتتين فراخ وشويه رز، عملنا وليمه حلوه جدا جدا جدا. يلا بقى نبتدي على طول. انا جبت بصل طبعا مبشور، وطبعا يا جماعه دي حاجه جديده. طبعا انتوا عارفين ان انا اي فراخ بستخدمها اول خطوه بعملها ببشر البصل وبعدين بتبله. على فكره اللي قدامي دي وراك مخليه بس مش شيش، الوراك العاديه بتاعتنا بس متشال منها العظم، سواء انت تشيليه او ايه تطلبيه متشال. اللي انا هقوله لكم ده لكل كيلو من الفراخ. طبعا انتوا عارفين انا بعمل يعني المعايير بتاعتي بالبركه، بس انا هقول لكم برضو. انا حطيت بصلايه كبيره مبشوره لكل كيلو فراخ تقريبا. اي توابل هقولها معلقه كبيره منها، بصل باودر، توم باودر، ملح وفلفل اسود، بس طبعا الملح نص معلقه، جنزبيل، زعتر، بابريكا مدخنه، البقدونس المجفف ده او زعتر لو ما عندكيش بقدونس مجفف، خل، عصير ليمونه لكل كيلو من الفراخ. بعد كده يلا بقى نكمل ونشوف عملنا ايه. بعد لما تبلت البصل بتاعي هسيب فيه الفراخ دي اقل حاجه نص ساعه عشان تشرب من التتبيله. طبعا يا جماعه الخل وعصير الليمون دول بيخلوا فيها مزازه حلوه كده، وبيخش في انسجه الفراخ يسويها بسرعه، بس طبعا مش لحاجه محمره، الحاجه هتتشوي. المهم بقى ايه، جبت فلفل احمر وبخرطه زي ما انتم شايفين بالطول كده، وبعدين بخرطه بالعرض، وبرده جبت فلفل اسكندراني زي ما انتم شايفين برضو بخرطه بالطريقه دي. مهم جدا ان التقطيع الخضار بيفرق. يعني انا لو قطعته بالطول هيبقى فاهيتا، لو قطعته مربعات زي ما انتم شايفين كده هيبقى تدخليه في صينيه خضار، هيبقى اي صينيه هتعمليها. المهم هنا انا ببشر بقى الطماطم عشان اكمل الطريقه بتاعتي، وخرطت كمان بطاطس دخلتها الاير فراير او تحمريها او تدخليها الفرن، المهم انها تستوي معاكي كويس. يعني البطاطس دي كده مستويه. وكمان خرطت كزبره خضراء. بصوا بقى هنعمل ايه، ركزوا، الموضوع بسيط جدا، وانا حرفيا من كيلو فراخ عملت فعلا وليمه. هتجيبي بقى معلقتين سمنه بلدي حلوين كده، او يا ستي اي سمنه عندك، وتقدحي السمنه دي كويس جدا، وتخلي يعني الطاسه سخنه. لازم تقدحيها كويس عشان الفراخ تتشمع من الناحيتين. وبعد كده تروحي منزله عليها بقى ايه، فصين توم. انا ما حطيتش التوم ده في التتبيله، انا عايزه احطه فريش كده. حطيت طماطم مبشوره، وكمان حطيت الطماطم انا بشرتها معاكم، وكمان حطيت معلقه من الصلصه عليها. صلصه تكوني مسبكاها موجوده عندك، او كمان تكون من البطرمان المتوفر عندك. المهم يا ستي بقى تسيبيها، هتاخد تلت ساعه بالظبط هتكون استوت. خلي بالك بقى عشان ايه، بصوا الصوص ده هعمل فيه ايه. انا طلعتها اهو، الموضوع بسيط جدا يا جماعه، مكونات موجوده عندنا كلنا. عندك بقى دبس رمان تحطيه، ما عندكيش حطي لي معلقه من العسل الاسود، وزودي الخل والليمون شويه. انزلي بقى بكل الخضار اللي احنا حطيناه ده، الكزبره الخضراء والفلفل والبطاطس المستويه. انا باكد بس عشان ايه، انا هديها تشويحتين، ما ينفعش البطاطس تكون نيه. وانا بشوح بقى الخضار لقيته ايه هينشف مني شويه، فحطيت معلقه زيت، يعني مش كتير بس عشان الدنيا تطرى معايا شويه، ويبقى ايه الصوص بيلمع وجميل. برضو دقتها لقيتها محتاجه فلفل اسود، يعني تدوقي اكلك كده لقيته بصراحه محتاج فلفل اسود ومحتاج كده ملح، فعملت كده وشوحت كويس جدا، وحطيت بقى بابريكا مدخنه برضو في الاخر. وبعد كده الخضار كده خلص معايا، اللي انا خدت من صوص الفراخ اللي نزل منها وعملت الخضار. بقى كده عندنا طبق فراخ وطبق خضار بصوص الفراخ.
دلوقتي بقى هعمل سلطه. لما تشتري الطماطم بتاعه السلطه ما تشتريهاش ناشفه قوي، اشتريها متوسطه عشان تنزل معاكي عصير، ما تبقاش كده ناشفه يعني. وبعدين خرطتها كارو. بعد ما خرطت الطماطم خرطت كمان الكابوتشي وخرطت معاه فلفل اخضر، عشان احنا عايزين نعمل سلطه حلوه هتعجبكم جدا، وعاملين لها صوص حلو قوي وطعمها مختلف وجميل ان شاء الله تعجبكم. عملت بقى الفلفل حطيته، ورحت قاليه البتنجان اللي هو بتاع المخلل ده، خرطته دواير، يا تحمريه يا تحطيه في الفرن يا تعمليه في الاير فراير، المهم يكون مستوي وبراحتك الطريقه اللي تسوي بيها. على فكره انت ممكن تشوحيه على النار في نص معلقه زيت هيستوي معاكي. المهم يا ستي انا حطيت ايه بقى، حطيت كوبايه زبادي وعليها معلقه مستردة وعليها شويه بابريكا مدخنه، وحطيت بصل وتوم باودر وشويه كده من الملح، وهجيب كمان معايا معلقتين كبار من عسل النحل. عايزه اقول لكم الميكس ده على بعضه مش عايزه اقول لكم طعمه حلو قد ايه. وبعدين حطيت معلقه من الخل، وحطيت شويه نعناع ناشف بقى، علشان يعني هي طعمها اللي ما بيحبش ياكل خضار هياكله. واكيد طبعا حطيت ملح وفلفل. بصي لما تيجي تحطي النعناع تروحي ايه فركب بايدك قوي كده، وبعدين تروحي حاطه بقى الصوص ده، بس تحطيه امتى وانتوا خلاص هتاكلوا، يعني الصوص ده تحطيه عند التقديم. وطبعا هو المفروض لو يسقع يبقى احسن. على فكره انا عايزه اقول على حاجه، انا قطعت عيش لبناني او يبقى عيش شامي، ويا تدخليه الاير فراير يا تحمريه، يعني يا تدخليه الفرن، المهم يعني العيش اهو محمر. وانا دايما ليه بقول بدايل، علشان ما توقفيش نفسك، عندك اير فراير عندك فرن عايزه تحمري وتستسهلي يعني يبقى براحتك، المهم ان هو يكون عيش كريسبي. وبعد كده رحت فاركه شويه نعناع على الوش بيديله طعم حلو جدا. انا غرفت الاكل كله يا جماعه، هو الاكل ده مش هياخد منك نص ساعة، أنا مش ببالغ يعني. أنا حطيت الرز الأول على النار يستوي، وبعد كده ابتديت أعمل الفراخ والخضار على ما خرطته، ما خدش وقت خالص وتجديد. يعني أنت لو عندك كيلو فراخ وشوية رز هتعملي أكل حلو جدا، وطبعا كلنا عندنا شوية الخضار دول. مش عايزة أقول لكم التفاصيل البسيطة اللي بنقولها دي فارقة جدا في الأكل، وكأنك بتاكلي في أحلى مطعم حرفيا بجد يا جماعة. وزي ما بقول دايما كل مرة يعني جربي، وعايزة أسمع رأيك. والله تصدقوا سلمى عندها حق، بتشجع في الواحد كده انه يألف. يلا دوقي وقولي لي رأيك. الله، كلميني عن الفراخ. انت دلوقتي بتكلميني عن ايه بس عشان ادوق؟ صوص السلطه حلو قوي دي، لو دقت الفراخ كمان، لو دقت الفراخ. الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ فراخ شيش بس مش شيش. لا وبقول لك ايه، ما تقوليش فظيعه. عظمه على عظمه يا ست يا جماعه بجد الاكل فوق الفظيع، فوق الفظيع وتحت المريع. فعلا الاكل اكتر من رائع، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بيرفكتو. شويه خضار، حتتين فراخ، وشويه رز، عملنا وليمه حلوه جدا جدا جدا. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم قد الدنيا دي كلها. ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي باي.